عايز تعرف يعني ايه تأمين؟ واشمعنى فكرة الأمان؟ من زمن بعيد كان في مجموعة من الصيادين، وكانت القوارب بتاعتهم هي مصدر رزقهم الوحيد. وفي يوم غرق قارب صياد منهم وخسر كل شغله. اجتمعوا مع بعض وقعدوا يفكروا هيحلوا مشكلة صاحبهم ازاي، لحد ما وصلوا لانهم هيجمعوا تمن القارب مع بعض ويعوضوا صاحبهم خسارته. وفعلا عملوا كده، وكلهم بقوا فرحانين، وصاحبهم بقى مبسوط انه اشترى قارب جديد ورجع لشغله. وابتدوا يفكروا ازاي يأمنوا نفسهم من ان الخسارة الكبيرة دي اذا حصلت لحد تاني ما تتسببش في قطع رزقه. وقرروا يعملوا صندوق باسمهم، وهدفهم هو جمع الفلوس اللازمة لتعويض الخسارة اللي ممكن يتعرض لها اي حد منهم. باختصار، انت بدل ما تشيل الخطر لوحدك، كل الناس المعرضة لنفس الخطر ده بتشيله معاك. بس كده. ومن هنا جت فكرة التأمين، فكرة انك تكون مطمن ان مفيش خسارة هتكسرك او توقف لك حياتك. واحنا بنقول لك ما تقلقش، مصر للتأمين كمان في ظهرك. مصر للتأمين، حسن امان الملايين.